هل الزواج الناجح هو اللي مفهوش مشاكل؟ وإزاي يتعامل الزوجين مع اختلاف شريك الحياة في الشخصية والتفكير؟ إيه هي أهم القواعد للتعامل مع اختلافات شريك الحياة؟ وإزاي يكون الزواج إيجابي ومثمر؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. أنجح العلاقات الزوجية مش اللي مفيهاش مشاكل أو توترات، بالعكس، أنجح العلاقات هي اللي فيها شريكين فاهمين إن الحياة الزوجية بطبيعتها فيها تحديات، وعندهم استعداد يقبلوا بعض رغم اختلافاتهم. والأهم من كده كمان عندهم رغبة إن هم يبذلوا مجهود عشان ينجحوا حياتهم مع بعض. الزواج الطبيعي مش معناه إن مفيش مشاكل، ده معناه إن إحنا بنغلط ونتعلم ونكبر مع بعض. الحب والاحترام هما أساس البيت، وبقانون المحاولة والخطأ بيساعدنا نتطور. مش مهم غياب الخلافات، لكن الأهم هو إن الزوجين يعرفوا يتعاملوا مع بعض في اختلافاتهم، وده بيطلعوا منها بخبرات. عشان كده في شوية حاجات بسيطة لو التزمنا بيها هنلاقي زواجنا مثمر وإيجابي. تعالوا نعرفها مع بعض. كلمتين وبس. أنجح العلاقات الزوجية مش هي اللي ما فيهاش مشاكل أو توترات، بالعكس، أنجح العلاقات هي اللي يكون فيها الشريكين فاهمين إن الحياة الزوجية بطبيعتها فيها تحديات، وعندهم استعداد يقبلوا بعض برغم الاختلافات، والأهم عندهم رغبة يبذلوا مجهود عشان ينجحوا حياتهم مع بعض. الزواج الطبيعي مش معناه مفيش مشاكل، ده معناه إننا بنغلط ونتعلم ونكبر مع بعض. الحب والاحترام هما الأساس، ومعاهم قانون المحاولة والخطأ اللي بيساعدنا نتطور. طب إيه المهم؟ مش مهم غياب الخلافات، لكن الأهم هو إن الزوجين يعرفوا يتعاملوا مع الخلافات دي ويطلعوا منها بخبرات.